من ضمن المواضيع الموجودة الفترة اللي فاتت موضوع الوحدة. في فرق الأول ما بين إن الإنسان بيكون حاسس بوحدة نفسية وما بين شعور الوحدة نفسه. فالأول إحنا محتاجين نعرف الفرق ما بين الاتنين. الوحدة نفسها إن أنا بكون ألون، إن أنا مفيش حد معايا، ممكن يكون ما عنديش علاقات قوية قوي، أنا في مكان لسه مسافر جديد، مش قادر إن أنا أوطد علاقاتي بالناس اللي حواليا، وده طبيعي جدا، ممكن بياخد شوية وقت وبعدين بيتغير، فهو مش مزمن. بس عندنا الوحدة النفسية دي تكون حاجة مزمنة، إن أنا بيكون عندي علاقات حواليا وعندي ناس كتير تعرفني، بس أنا مش قادر أحس بونس في العلاقات نفسها، وده بتكون مشكله. طبعا احنا الاول محتاجين نعرف ايه الاسباب بتاعه المشكله دي. الاسباب ان ساعات كتير قوي الشخص بيكون مش عارف ان هو يطلع مشاعره او بيشارك الحاجه اللي جواه فعلا من جواه مع الناس اللي حواليه، بيحس ان هم بعيد عنه. ساعات كتير قوي بيكون الشخص متوهم او حاسس ان هو مهمل في العلاقات اللي معاه او اللي حواليه، مش قادر ان هو يتواصل معاهم بشكل صحي او ان هو يعبر عن الحاجه اللي جواه، ومستني ان هم يعرفوا ده لوحدهم او ان هم يخمنوا هو ممكن يكون محتاج ايه. طبعا مش كل الناس اللي بتكون في العلاقات برضو بتكون حاسه بونس. اوقات كتير قوي احنا بنكون في علاقات ومعانا صحاب بس برضو حاسين بوحده، لان احنا برضو مش قادرين ان احنا نتواصل. فطبعا احنا محتاجين نعرف ازاي ممكن نتعامل مع الوحده هنا. هو اول حاجه احنا محتاجين نعرفها ان احنا نتعلم مهارات الذكاء الوجداني، يعني ان احنا ممكن ازاي نعبر عن مشاعرنا، ازاي ممكن نسميها، ازاي ان احنا نعرف اصلا احنا حاسين بايه والفرق ما بين مشاعرنا واحتياجاتنا والدوافع بتاعتنا. وطبعا كل ما كان عندي وعي بالحاجات اللي جوايا اكتر، كل ما كان سهل عليا ان انا اعبر بيها وان انا اوصلها للي قدامي بوضوح من غير ما نكون بنتوه في الكلام نفسه، فده هيقرب العلاقات من بعض. تاني حاجه انا ممكن احاول ان انا انزل او اعمل علاقات من الناس اللي حواليا، زي ان انا ممكن انضم لمجموعات تطوع، ممكن ان انا اجرب اتفاعل مع الناس في الشغل معايا، ممكن ان انا اجرب عادات جديده فيها علاقات قويه ان انا ممكن اقرب منها واعرف ان انا اعبر فيها في مساحه امان. اهم نقطه من نقط العلاج ان انا ما احاولش ارمي اللوم على الناس اللي حواليا، ان هم المفروض يكونوا فاهميني، المفروض يكونوا حاسين بيا. معنى الكلام برضو ان انا محتاجه اقلل اكسبكتيشنز على الناس اللي حواليا او العلاقات، لان الاكسبكتيشنز ان هو بتخلي ان انا عندي عشم كبير قوي مع الناس اللي حواليا، وان انا مش بقدر اعرفهم ان انا قد ايه كنت محبط من تصرف هم عملوه. فانا محتاج اكون واعي بالتوقعات اللي انا بحطها، بان انا مستني ايه من الناس اللي حواليا، علشان اقدر تكون توقعاتي دي قريبه جدا للواقع من غير ما امر مشاعر احباط او وحده.